ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هدي الساري وهو يترجم لصاحب الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، حافظ الزمان وحافظ الدنيا، العالم الكبير المشهور، خرج بعد مطاردة وبعد بلاء عظيم حصل له، خرج ورجع إلى بلده بخارى، فلما سمعوا به ضربوا ونصبوا له الخيم على بعد فرسخ ووضعوا على رأسه الدراهم والدنانير فرحا بهذا الرجل الذي رفع رأس بخارى. فما أن تأتي وتسمع رجل يقول أنا بخاري إلا وتذكر الإمام البخاري. وضعوا على رأسه الدراهم والدنانير الذي غاب عنهم كثيرا، فلما رجع فرحوا به. فلما دخل إلى بخارى مكث أيام، وأرسل له الأمير أمير بخارى أن يأتي إليه إلى البيت وإلى قصره ليقرأ عليه الجامع الصحيح ويقرأ عليه التاريخ عليه وعلى أبنائه. فقال البخاري لهذا الرسول: قل للأمير إنني لا أذل العلم، لا أذل العلم، من أراد العلم يأتي له إلى المساجد، لا آتي بالعلم إلى أبواب السلاطين. فرجع هذا الرسول إلى الأمير، وهنا حصلت الفجوة بين البخاري وبين هذا الأمير، وبدأ الأمير يكيد للبخاري، ثم شوهوه وتكلموا عليه وأخرجوه من بخارى وذهب إلى سمرقند. ولما وصل إلى سمرقند وقد هجره الناس وتركوه وما بقي معه أحد يمشي معه أو يؤانسه إلا نفر يسير، عند ذلك اشتدت عليه الكربات واشتدت عليه الهموم، فقام في ليلة من الليالي العظيمة عند نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، فدعا بعد صلاته وقال: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، اللهم فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، اللهم فاقبضني إليك غير مفتون. ثم في اليوم الثاني أو بعد أيام أراد أن ينتقل من سمرقند إلى سمرقند إلى مكان آخر، فلبس الخف ولبس العمامة وشد عليه الثياب، ثم تقدم إلى جواده ليركب عليه، وكان لشدة تعبه ومرضه قد أخذه بعض الناس من اليمين ومن الشمال، فقال لهم: دعوني أرسلوني، فتركوه، فرفع يديه إلى الله ثم اضطجع وفاضت روحه إلى الله. الخواتيم المباركة فاضت روحه إلى الله. وفي تلك الليلة رأى عبد الواحد أحد الصلحاء قال: رأيت في الليلة التي مات فيها البخاري، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه مجموعة من الصحابة وهو واقف كالمنتظر، فقلت: يا نبي الله، ما أوقفك هذا الموقف مع الصحابة الكرام؟ قال: نحن نستعد لاستقبال محمد بن إسماعيل البخاري. قال: فقمت وقد قالوا أنه مات. نحن في استقبال محمد بن إسماعيل البخاري، مات في تلك الليلة. فلما دفنوه انبعثت رائحة المسك من قبره. هذه الخواتيم المباركة، هذه خواتيم الصلحاء أيها الأعزاء، وما هي من الصالحين ببعيد.